ده ايفون 12 برو، وهقول لك هل تشتريه في 2024 بعد اكتر من 4 سنين من نزول الجهاز دوت. فهقول لك بقى كل حاجه، فاهم يعني. هو بقاله معايا تقريبا 6 شهور تقريبا، بستخدمه استخدام شخصي جدا، الموبايل الوحيد اللي معايا. فهقول لك بقى عصاره الايفون 12 برو. مبدئيا عايز اقول حاجه، ما تمشيش بالجهاز ده، ما تمشيش باي موبايل عامه غالي او رخيص حتى من غير كفر وسكرين. ليه بقى؟ عشان ما يحصلش فيك كده. وده يخلينا نبدا بحوار الديزاين والخامات والحوارات دي. هم عامه ده كان اول بقى بدايه الترند اللي هو السميك ده، الموبايلات الايفونات السميكه اللي شبه الايفون 4 والفور اس وال5 والحاجات. ومع ذلك هذا ديزاين فخم جدا جدا جدا، موجود بقى في كل الايفونات فيما فوق، من اول سلسله ال 12 وانت طالع بقى 13 و14. حجم الكاميرات هو اللي بيفرق ما بين ده واللي بعده واللي بعده، انما كمقاسات وكديزاين هو كوبي بيست. عندك بقى فريم سلستين، فريم جامد بيبصم، بس هو هتمسحه بكل سهوله يعني، مش حوار. ظهر ازاز، زائد ان حجمه مناسب جدا، لان احنا كمان بنتكلم عن البرو مش الماكس. لو ايدك صغيره هيبقى حلو قوي بالنسبه لك، مش هتعاني اي مشكله، تقدر توصل لكل حاجه. اماكن الزراير تمام، السايلنت، كل حاجه في الجهاز تمام جدا. ولكن اللي مش تمام هي انت لو ماسكه من غير جراب وسكرينه، بعد مشكله ان هو ممكن يتخربش منك او الحوارات دي. لو مسكته كتير من غير جراب مش مريح في الايد بسبب حوافه الحاده جدا. ماسكه شويه 5-10 دقايق مش عادي، مش مشكله. اما لو ماسكه فتره طويله بيبقى مش مريح في الايد كده بسبب الحواف الحاده جدا. بمناسبه ان ده كمان هيوصل له التحديث الجديد من الاي او اس، ده يعتبر اخر جهاز، لان البلايست نزلت بتاع التحديث الجديد الاي او اس 18 نزلت. كان اول جهاز فيهم هيدعم الاي او اس 18 هو سلسله ال 12 عامه، وده يعتبر اخر سنه هيدعم فيها اي او اس، لان السنه الجايه مش هيدعم الاي او اس 19 مثلا، مش هينزل له، يبقى اخره 18. وزائد كمان اللي الموبايل ده لسه فيه منه جديد، لو انت بتدور على جديد منه. الشاشه هنا سوبر ريتنا اوليد اتش دي ار 10، مش الكلام الكتير ده كله، ولكن الشاشه هنا حجمها كويس، وكمان الوانها كويسه جدا. لو انت بتستخدمها لايديت صور، فيديوهات، وانت بتتفرج على اي محتوى عموما، تبقى الشاشه ممتعه بالنسبه لك جدا بالوانها الصافيه والحوارات دي. حتى بالنسبه لسطوع الشاشه اصلا توصل 800 نتس تحت الاشعه المباشره زي ضوء الشمس والكلام ده، بتوصل ل 1200 نتس. الشاشه هنا متوسطه عامه تحت ضوء الشمس، هتشوفها كويس بس مش احسن حاجه، بس كويسه يعني. بس في الاضاءات العاديه سطوع كويس وممتاز، فاهم. ولكن تحت الاشعه المباشره مش الافضل يعني، تعتبر فوق المتوسط بشويه. عايز افكرك ان هي بالنوتش القديمه بتاعه الايفون اكس عادي جدا. يقول لك صغروها مش عارف كام من ملي سكند، ولكن بجد مفيش فرق. الشاشه هنا 60 هرتز. وبالمناسبه في حته 60 هرتز دي عايز اقول على حاجه، انت لو راجل بتاع العاب او سكرولينج او الكلام ده، عايز اقول لك اللي هيضحك عليك ويقول لك 60 هرتز هنا مش، بص ال 120 برضه في حته تانية. ال 120 انا معاك، ال 120 في حته تانية فعلا، ولكن لو انت ماسك جهازين كده قدام بعض، اللي هو ده 120 وده 60 هرتز، اما لو انت بتستخدم ده بس كده، السكرولنج هنا والدنيا هنا لا سريعه وما فيهاش اي مشاكل، ولا مش هتحس بفرق. حوار ال 60 وال 90 وال 120 الكلام ده كله مش هتحسه بفرق، غير لو انت بتجرب الجهازين قدام بعض. انت ماسك ايفون 60 هرتز وايفون 120 مثلا، او جهاز اندرويد 120، ساعتها هتحس في فرق شويه. ولكن من غير مقارنات، لا الجهاز ده لوحده شغال حلو قوي. زائد كمان من الحاجات اللي عجبتني قوي في الجهاز دوت هي السماعات. السماعات هنا ستيريو، صوتها ممتاز جدا، كويس وعالي والحوارات دي كلها. واكيد مش محتاج اكلمك على الاداء. الموبايل ده نازل من 4 سنين، لا اداؤه معايا قشطه جدا، انا مش حاسس باي حوار، فاهم. شغال كويس قوي. بابجي بقى، كول اوف ديوتي، اي لعبه انت بتحب تلعبها تمام، في سكرولينج، في تصفح، في اي حاجه، ده جامد جدا. اللي عاجبني اكتر هو اداؤه بقى في التصوير. وبالنسبه للكاميرات في الموبايل دوت، عايز اقول لك ان ده سبب رئيسي يخليك تروح تشتري الموبايل ده اصلا. ان هنا عندك 3 كاميرات ومستشعر كده صغير، 3 12 ميجا بكسل لو انت يعني فارقه معاك الارقام. بما ان الموبايل هنا مميز جدا بالكاميرات، فانا حبيت اعمل فيديو تفصيلي اكتر عن التصوير والكاميرات بتاعه الموبايل دوت. تفتح كده الكاميرا تلقط الصور خطيره، مش محتاجه، فاهم. وممكن اصلا بايديت بسيط كده من الفوتو اب بتاع الايفون خلاص خلصت. انت مش محتاج بقى تعديلات من لايت روم، ولا دايما
كان كويس، حتى بالليل كان كويس قوي. وكان في نقطه كده بالليل، هو النايت مود هنا في حته تانية، كان بيحول الصوره 180 درجه. الموبايل بيخليك تشوف حاجات انت مش شايفها بعينك، فاهم؟ اللي هو انت بتيجي بالليل كده تاخد صوره نايت مود وصوره عاديه كده من غير النايت مود، في فرق شاسع. في حوار جامد كمان هنا في الموبايل، وضع الرو في الصور زيك زي الكاميرات بالظبط. عامة ده الكادر بالكاميرا، وصوتي كمان ده طالع من الصوت من الموبايل على طول من غير اي مايكات خالص. الموبايل هنا بيصور لغايه 4K 60 فريم. ده جامد جدا في الفيديوهات، ممكن تعتمد عليه بان انت تصور بيه محتوى زي ما بنصور دلوقتي عادي جدا. فالموبايل زي ما قلت لك في الاول هو مميز جدا بالكاميرات، حتى في الديناميك رينج وتظبيط الالوان، واللي هو يبقى جايب وشي كويس وجايب السما برضو كويس والكلام دوت. مع العلم اللي انا مستعين في الفيديو دوت بتطبيق بلاك ماجيك كاميرا عشان اقدر اتحكم في اعدادات الفيديو من حيث بقى الايزو والشاتر والحوارات دي، عشان بيبقى افضل كمان من الكاميرا اب في جزء الفيديو. من اكتر الحاجات اللي بتضايقني على طول في الايفون هي البطاريه. الصراحه البطاريه هنا مش اجمد حاجه، وخاصه في البرو مش الماكس. انت لو معاك الماكس هيفرق حبه حلوين، هتحس بفرق شويه، بس في البرو مش فاهم، مش البطاريه اللي يعتمد عليها قوي، وخاصه لو بتشتغل عليه كتير مش هيقضي معاك. يعني هتضطر تشحنه تاني على مدار اليوم مره كمان، يعني فاهم؟ لو انت بتقوم الصبح تشحنه وتستخدمه كتير هتضطر تشحنه تاني عشان تقدر تكمل بيه اليوم، يعني على حسب استهلاكك انت. بس مجمل البطاريه مش الافضل، بس كويسه بالنسبه للابل. البطاريه بتاعت ال 12 برو، مع اني مجرب الحاجات اللي قبله كلها ما عدا ال 11 برو ماكس، بالنسبه لل 11 برو او قبل كده تمام، انما البرو ماكس لا، ممكن يتفوق عليه الصراحه ال 11 برو ماكس. بالمناسبه برضو الموبايل ده وزنه 226 جرام، ده لو جه في دماغ حد هيعوره. يعني حاول ما تستخدموش استخدام خاطئ، استخدموا استخدامات الموبايل، ما تستخدموش استخدامات تانية بعد اذنك. الجهاز هنا بيدعم فيس اي دي من اسرع ما يمكن. حاسس ان انا مش محتاج اتكلم عليه، لانه هو ما باخدش بالي بقى اللي هو فيه فيس اي دي وممكن يغلط وممكن ما يغلطش والكلام ده. لا بجد انا على طول دايما في اضاءه وما فيش اضاءه اي حاجه، مجرد بس ما بيشوف وشي خلاص هو بيفتح، مش محتاج اتكلم عليه. يعني هو الفيس اي دي سريع جدا. بالنسبه للشبكات في الجهاز دوت متوسط، يعني فوق المتوسط بشويه. فبص، هي حوار الشبكه نسبيه شويه، وسمعت كلام ان النسخه الامريكي ما يبقاش افضل شبكه، يعني النسخه بتاع الشرق الاوسط تبقى شبكتها في نفس الجهاز اعلى من النسخه الامريكي. بص انا جربت الجهازين في نفس المكان بنفس الخط، حسيت هو يعني ما كانش فيه فرق، ولكن ده كلام يقال، قلت اقوله لك، اكيد انت ممكن تكون سمعته. بس في النهايه عايزك تقول لي هل فعلا ممكن تشتري الجهاز دوت؟ ولو مش هتشتريه ليه ممكن ما تشتريهوش؟ يعني ايه العيب اللي خلاك لا بلاش الجهاز دوت؟ وبس متنساش تعمل اشتراك، تدعس اللايك، تكتب كومنت، الحوارات الجامده دي. وشكرا ليك، شكرا ليك جدا. تحياتي.